الانتخابات الرئاسية قبل موعدها المحدد ب3 أشهر قبل نهاية عهدة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وهو الذي تخلى بهذا القرار عن 3 أشهر كاملة من حقه الدستوري. في قرار أخلط حسابات الأعداء فأخطأوا بالخروج مبكرا لمخططاتهم لينفضحوا أمام المخابرات الجزائرية. في السياق سربت مصادر أمنية تفاصيل مخططات خطيرة تستهدف الجزائر تزامنا مع تحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية في الجزائر، وهذا بغرض التشويش على الجزائر والجزائريين وخلق بؤر توتر في المنطقة. مثلث الشر الكيان الصهيوني والإمارات والمغرب. ففي آخر التسريبات التي كشفت عن مخططات مشبوهة خططت كل من دويلة الإمارات ونظام المخزن بالتنسيق مع الكيان الصهيوني لخلق فوضى واسعة في المنطقة تزامنا مع الانتخابات الرئاسية في الجزائر التي كانوا يتوقعون حدوثها في نهاية العام الحالي لغرض تأجيلها والمساس بشرعية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وهو ما تؤكده في نهاية العام الحالي لغرض تأجيلها والمساس بشرعية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وهو ما تؤكده وتتيح لهذه السانحة وتتيح لهذه السانحة